إذا شكرا العميد فريق النهضة الرياضية الأكاديرية، تصفيقات عليهم، برافو أيو جنون. جمعية النهضة الأكاديرية لكرة القدم بطول الأطراف مدينة أكادير، اللي هي أول جمعية تأسست أنا في المدينة الحمد لله يعني بمساعدة ديال الله سبحانه وتعالى وطاقم تقني وطاقم إداري، وكذلك بالخدمة ديال الوليدات اللي النتيجة ديالها البارح كانت فزنا باللقب ديال البطولة الوطنية لكرة القدم بطول الأطراف الحمد لله في مدينة الرباط، اللي فزنا أول مباراة في النصف النهائي مع فزنا على سلا بجوج أهداف صالح واحد لهدف واحد، ومن بعد تأهلنا للفينال اللي تلاقينا مع طنجة فزنا عليها ب3 أهداف ل0. وهذا عمل ديال سنة الإطار والمدرب حمزة خنجاري اللي خدم مع الدراري 3 سنوات ضروري من عراقيل ومشاكل، فنتمناهم الله سبحانه وتعالى هذه العراقيل مع الأيام تمشي. كما شفتوا اليوم كان عندنا هذا اللقاء وهذا التكريم طرف ديال الجماعة ديال مدينة أكادير للجمعية، وهذا غيزيد تحفيز انها تزيد تخدم، لاننا كنوجدوا ان شاء الله لكاس العرش اللي غادي يكون ان شاء الله اول المباريات ديالو غتكون بنقرير في اقرب وقت ان شاء الله في هذا الاسبوع اللي من بعد هذا ان شاء الله. الحمد لله تمكنا من الفوز باللقب ديال كرة القدم بطول الأطراف. هذه البطولة ما كانتش سهلة، جات بالخدمة وبالعزيمة ديال الدراري وبالإصرار تاعهم. اللقب ما جاش من السهل، عام ديال الخدمة، الدراري كانوا منضبطين كيف ما كنقولوا، لونطريمون على طول الأسبوع، والحمد لله هذا الشيء عطى الثمار تاعو. لعبنا نصف النهاية مع سلا، تمكنا من الفوز ب2-1. هذا الفوز خولينا نمشوا للمباراة النهائية، لعبنا مع طنجة تمكنا من الفوز ب3 أهداف ل0. وهذا اللقب هذا كان هدوء الساكنه ديال مدينه اكادير والعائلات تاعنا اللي كانوا مورانا كيف ما كنقول. كما كتشاهدوا معنا واللي كتعيشوا معنا هذه الاجواء ديال الاستقبال البلديه لينا، وهذا شرف لينا. وهذا اللقب هذا يعني فزنا به عن جداره واستحقاق، يعني بدون خساره وبدون تعادل، والشباك ديالنا كانت نظيفه الى ان شاء الله اقدر انه نتلقاو واحد الهدف عن ضربه جزاء، وهذا هو اللي خلى الشباك ديالنا ما تبقاش نظيفه في البطوله، وان شاء الله الهدف ديالنا على كاس العرش. وكما كنهديو هذا اللقب هذا لساكنه اكادير واللي كيساند هذا الفريق من قريب او من بعيد، وان شاء الله يكون افضل في المستقبل الايام باذن الله.